لماذا لا يكون في مقابر الصحافة قباب وأضرحة وبيانات؟ ما ردكم على ذلك؟ أولا، هذا الكاتب من جماعة الإخوان المسلمين، وهو من الحركيين القدامى بالنسبة للناس الذين لهم دراية ومعرفة بما يدور في الساحة. وجماعة الإخوان المسلمين جماعة منحرفة في العقيدة والسلوك، أفسد جماعة الآن وأخطر جماعة على المجتمع الإسلامي في العالم. أخطر جماعة هي جماعة الإخوان المسلمين. والله ما قرأت آية تتحدث عن المنافقين إلا وجدت هذه الآية تعني جماعة الإخوان المسلمين. ما قرأت آية تتحدث عن الفساد باسم الإسلام وهي من صفات المنافقين إلا وعرفت أن جماعة الإخوان المسلمين هم أصحاب هذه الآية. وما يدل على ذلك واضح. الآن في العالم هذه الحركة فشلت. في مصر مسكوهم الدولة سنة، كشفهم الشعب وخرج عليهم وأطاحهم برا. أطلع برا بلا مرسي بلا جنكلك. في هذه البلاد كشفوا عن حقيقتهم. لما كان الترابي، طبعا ده هو قائد الشغلانة، الترابي لما كان قائد لهذه الحركة الإسلامي المشروع الحضاري الإسلامي، وأوهم الرأي العام وخدع السودانيين أولا على أن دولة الإسلام في السودان، والجماعة صدقوا. والله يكذب ساعتين والنسوان متبرجات في الشارع، والنشالين شغالين، والنصارى يبنوا في الكنائس تعرف، والشرك شغال ويكذب عليك ساعتين، وبما أن هذه الدولة هي دولة الإسلام العظمى. كذاب كذاب. والله ما أعرف أكذب من هؤلاء الناس، يعني جماعة الإخوان المسلمين، وفشلوا يقدموا منهج إسلامي. كلها سوالينا أناشيد أقبل على دربنا إن كنت حيران، وفي حيران أكبر منك أنت. وسوالينا أناشيد ومشاريع بتاعت أناشيد. مشروع الصلاة في الشريعة الإسلامية، ما تصلي يجيبوك يستتيبوك ويقتلوك. النبي عليه السلام قال كده في حديث البخاري: أمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما بيصلي بيقتلوك في الشريعة على هذا الحديث. جو الجماعة دل عملوا لنا شغلانة أناشيد، قال ده ريبة شريعة. في أغنية قال اسمها أغنية الصلاة. من الله خلقك؟ الصلاة عندها أغنية؟ دي يا أبو أنس الترابي يا جماعة الخير، يا مسلمين يجيبوا لك في التلفزيون مرة بتتوضأ وراه عاطل تاني بتوضأ. يا مسلمين بالمزيكا، يا موحدين بالمزيكا.